لكن ما أطالب بإغلاق مجلس الأمة وليكن سنة سنتين لأن قاموا بهذه التصرفات. لأن إذا بنمشي على هذا المنطق خلاص إحنا نغلق الحكومة عيل. وأن بتاريخ الكويت من الستينات لليوم أخطاء الحكومة تفوق أخطاء مجلس الأمة يعني عشرات المرات. مع ذلك الحكومة موجودة ونطالب بوجودها. فنفس الشيء مجلس الأمة، إذا مجلس الأمة قاعد يتخذ قرارات سيئة وهذا بالفعل موجود وأنا أتفق أن في قرارات كثيرة سيئة، فالمطالبة أن يتم إصلاح هذا البرلمان لكن ما يتم إغلاق البرلمان نفسه. في 2012 أو 13 إلى الآن يعني الحقبة هذه اللي كل الكويتيين يدرون أن المجلس كان في جيب الحكومة، اللي من 2013 إلى قبل فترة بسيطة المجلس كان في جيب الحكومة. شنو اللي صار في هذه الفترة؟ ميزانية الدولة كانت بالمليارات، عشرات المليارات صارت صفر. وصار عندنا قضية الصندوق الجيش والماليزي والبنغالي وما بقى جنسية ما دخلت ولعبت بالكويت. هذا بوجود مجلس، هذا بوجود مجلس صح. هذا المثال بوجود مجلس في جيب الحكومة، يعني مو مجلس فعلا يعبر عن إرادة شعبية. ليش؟ لأنه كان في اكو مجلس بجيب الحكومة واكو حكومة بجيب المجلس. صحيح ممكن يكون هذا ترى أنا عندي الثانية أخطر من الأولى. على كل حال هذا احنا امام حكومه ضعيفه. على كل حال انا يعني فانا بس انا اللي اقصده ما نطالب باغلاق هذه المؤسسه. طيب. بس لان مهما كان في فساد، يعني في فساد في التعليم اروح اغلق التعليم، في فساد في وزاره الصحه. خل ارد على هالنقطه. المجلس فيه فساد لهني، لكن انا اطالب باصلاح هذا. على كل حال شوف نقطه، يعني النقطه اللي اثارها اخونا زميل صلاح في قضيه انه هل تقبل ألا يكون هناك حكومة كما تقبل ألا يكون هناك مجلس؟ الجواب لا طبعا. لأن من المستحيل أن يكون هناك دولة بلا حكومة. لا يوجد دولة بالعالم بالأزل بلا حكومة. والحكومة ليس مقصود لازم يسمونها وزير التربية، وزير الحكومة من تدير الجهة التنفيذية. وهذا حتى بالدول ما قبل المجالس وما قبل كذا حكومة بالنهاية. هذا يعتبر تبع الجند وهذا تبع التموين وهذا تبع، هذه حكومة. لذلك لا يتصور وجود دولة بلا حكومة. هذا ردا على سؤال هل ترضى أن يكون هناك كويت بلا حكومة مثل ما ترضى أن يكون هناك كويت بلا مجلس؟ أقول لك نعم أرضى أن يكون الكويت بلا مجلس، لأن المجلس أصلا ليس شيء أساسي بالدول وبالحكومات وبالشعوب. بالعالم كله لا يوجد شيء اسمه مجلس إلا من فترة وجيزة جدا. الدولة العثمانية حكمت العالم 600 سنة ماكو شيء اسمه مجلس، وسيطرت على العالم. يعني الأقصد اللي بقوله أن الطبيعي أن يكون هناك أمير، يكون هناك وزراء في كل العالم. التاريخ كله يحكي هذا الكلام. لكن ليس من لصيق الحياة البشرية أن يكون في كل دولة مجلس. أبداً هذا غير صحيح. هذا مجلس استحدث ديمقراطية حديثة نشأت في بعض الدول الغربية، قد تكون نجحت في بعض الدول الغربية اللي يعرفون يمارسونها بشكل مثل الأوادم مثل ما نقول حنا. لكن حنا أو بالدول كثير من الدول العربية ومنها الكويت ما نمارسها صح. يعني الآن بالله عليكم تعتقدون أن المجالس نفعت العراق؟ ترى العراق ديمقراطية أقدم من الكويت. شوفوا العراق هذه موجودة دولة العراق. شوفوا لبنان أقدم من الكويت مجلسهم وديمقراطيتهم. شوفوا إيش سووا فيهم المجلس. بس يوسف ليش أقيسها على فتتهم. لذلك أنا بس بقول لك أن ليس كل ديمقراطية لازم تكون جميلة. ليش أضرب المثال مو بس لازم تكون جميلة. يعني في ناس يظنون أن بلا هالديمقراطية لا يوجد دولة والدولة تنهار وتنباق وتروح. مو صحيح. بل قد يكون هو مصدر البوق والتفتيت. والدليل هذه الدول اللي فيها مجالس كلها ميليشيات. هذا تبع الحزب الفلاني وهذا تبع العالم العلاني وهذا تبع مش عارف مين. راحت فتتت الدولة. وحنا بالكويت يبون في آخر طلاتهم كانوا اقترحوا الآن ما يسمى بقانون الأحزاب، هذا اللي يبون يسوونه الأخير، القوائم النسبية وإلى آخره. وهو قانون حزبي بحت يؤصل الحزبية، وكأنه في لبنان وكأنه في العراق وكأنه في هذه الدول التي كل جروب ولها ربعه وإلى آخره. لذلك يا أخواني يا أحبابي أرجع وأكرر، أنا مهم عندي الكويت
مو مهم عندي ترى لا مرزوق ولا احمد السعدون ولا فلان، ترى الكويت اكبر من هذيلا كلهم. اكيد طبعا. والكويت فيها ريايل وفيها اشرف الناس واحسن الناس، والكويت ولاده ما وقفت على هالاثنين، يا هذا يا هذا، لا مو صحيح. اكيد 100%. ولذلك اذا كان هذا المجلس يعني يجلب لنا التفرقه والتشتيت خلينا نقول يعني خطف الكويت اللي صار في الفتره الاخيره هذا انا اسميه اختطاف للكويت. لا اخوي خليه يطق بريك، الكويت اهم من المجلس، الكويت اهم من الدستور، الكويت قبل الدستور، واللي جاب لك الدستور هم الاسره الحاكمه، هم الصباح اللي جابوا لك الدستور ترى. يعني الدستور هذا اللي يابوه ما يابوه عشان تبوق ملح حكمهم وعلشان تجردهم عشان تحطهم على الرف وعلشان تقول حنا على قولتهم وعشان تقول والله حنا راسنا براسك، لا مو صحيح. بس حالة تنظيمية لأجل أن يشارك الشعب، مثل ما نقول حنا مشاركة جميلة، إضفاء على الدولة الرأي وإضفاء على الدولة المشاركة في الوزراء والمشاركة وليس سرقة المشاركة بالكيكة. وليس ويوسف بالعكس، أهل الصباح هم متمسكين بالدستور قبل الشعب. على كل حال أنا بس الدستور على فكرة في ناس دائما لما تسمع كلمة الدستور، شوف الدستور ترى موضوع عريض جدا. الناس لما تسمع الدستور ما تفهم منه إلا المجلس، مو صحيح. المجلس طابوقة واحدة بالدستور، كل مواد المجلس ما تتعدى 17-18 مادة. الدستور كبير أكبر من كذي بكثير، وبالتالي لا يفهم محترم لا يفهم 17 وغير بالتالي لا يفهم أن إذا طاح المجلس طاح الدستور. هالكلام باطل. الدستور قائم والبنيان قائم والدولة قائمة، والدليل أن احنا وقفنا المجلس أكثر من مرة. بس كانت والكويت، وأنا برد على كلامك لما قلت لي قبل شوي العراق وما العراق والغزو، ومع ذلك الكويت أجمل ما يمكن. والدليل أيضا كان جيراننا بلا مجلس، حكمهم من أجمل الأحكام ومن أجمل الدول. وشوفوا قطر وين وصلت، قدرت تنظم كاس العالم، العالم يحسدونهم على هالتنظيم وعلى هالترتيب، ما عندهم مجلس. لذلك هو ليس شيء أساسي. احنا المشكلة قاعدين نقدس شيء ما هو مقدس. احنا طلعنا من بطن امنا كذي ونسمع الكويت والديمقراطية مو صحيح. شيء دخلناه بعقولنا وهو غير حقيقي. وسالفة ان على قولتهم الحكم المطلق مفسدة مطلقة والكلام الفاضي، كله كلام فاضي. هذا مثل اللي على قولتهم طلع لي فتوى من مدري وين طلعها، لا يفتي قاعد لقائم وخرابيط، كله كلام فاضي. هذا كل من يألف على كيفه. زين دكتور، لذلك ردا على سالفة ان يتنا المصائب لما وقفوا المجلس ومنها قالوا العراق داش علينا وصار الغزو. العراق داش عليك، مو معترف فيك ولا في مجلسك ولا معترف كان اكو عندك محمد السعدون ولا ان شاء الله على قولتهم. لا بس هذا مدرعم بس انسان غادر، انسان على قولتهم الله سبحانه وتعالى قسم ظهره. وبالتالي هل تعتقد ان هذا كان بيوقف المجلس؟ بس حاط حجه المجلس. لا ولا حجه ولا شيء، ولا معترف اصلا عندك مجلس ولا ما عندك مجلس.